لكن مقطوعة. سامي الجابر معدي من 1 و2 و3 يلعبها لهدال سامي الجابر جهة اليمين يحاول يعدي سامي، مهارته جيدة سامي. لكن نادي الهلال برز هذا الموسم مستوى جيد، العديد من الوجهات جيدة. 100 تتلعب على طول. عباد الهزلول بالراس. سامي الجابر جهة اليسار يحاول يعدي لكن في خطأ. عباد الهزلول ناقلها لسامي الجابر. ماشي سامي بيعدي من 1 من 2. هذا التيماوي ونقولها لسامي. سامي الجابر ماشي بيعدي من 1 من 2. لسه الكرة مع سامي يصلح لمحمد تبيات جميلة ومحمد وجه جسمه هدال يلعبها على طول لسامي الجابر جميلة. هذا هدال الدوسري لعبها على طول لسامي الجابر، لعبها جميلة سامي. شوف بين الزين وبينية لهدال يلعبها على طول. سامي الجابر حاول يعدي سامي ومع عبد الله المبارك وفي خطأ على عبد الله. هذا سامي بيقدم مباراة حقيقة كبيرة وبيلعب مباراة كبيرة بخط الهجوم. لا أيضا الهلال في المقام الجار الأخير وفاز فيها نحن نكون أول المهنيين في نادي القادسية. وبالتالي المفروض تقديم مغريات هلالية لرمزي للهجوم، وبالتالي إحضان إلى وسط الملعب ولعب ماشي صالح للهلال. وهذا في بطاقة، هاي ثاني بطاقة على الاتحاد. محمد فريج ومروان بصاص، وهذه الإعادة من جديد لسامي جابر داخل منطقة الجزاء. هيا وخط بن خديجة يتابع وينطق كرة ناحية اليسار داخل منطقة الجزاء. محاولة شوف رمزي حط الكرة وسامي الجابر تابعها، وحسن خليفة وحاول مرتين لكن شوف لعبها لكن راح رويسي. جابر هي نفسه يعدي يمر وهذه هي الإعادة. تقريبا 16-17 دقيقة لم تكن هناك أي خطوط ما يقدر، ولهذا دائما محافظ على مكانه. وسام الجابر هي نفس الدائرة ناحية اليمين وكرة داخل الجزاء. أحمد بهجة هذا لما تمرت الكرة ورجل خط ما رفع الراية طبعا، لكن حكم المباراة كان العواد أقرب. الجابر في تغطية عليه وهذه إعادة. العمران لسامي وسامي الجابر يعدي سامي مع الهلالي لسامي يلعبها جول. يكون احباط شديد لفريق لاعب الهلال، لكن وانا طبعا ما اعرف ايش تفكير المدرب، لكن انا اعتقد انها وتبدا من القاضي هجمه في اليسار تنقطع من تركي وهجمه هلاليه. وده تغيير القياده وبين الشعب. وخالد التيماوي يرفع كره عاليه بالمرمى، هذا اساسه خطا. يرفع خالد التيماوي المهندس ويرتقي سامي الجابر وعلى يمين ابراهيم الحلوه، على يمينه لعبه حلوه من سامي الجابر على يمين ابراهيم الحلوه. يحاول ان يصطادها ابراهيم ولكنها تستقر كهدف هلالي اول. لعبه حلوه من صانع اللعب ومن اللاعب الممتاز صاحب الاداء الراقي خالد التيماوي. العرض لخالد التيماوي ماشي ويمر من كلاوديو وماشي وبيسلمها وداخل منطقه الجزاء وبعيده. عمل سامي الجابر يرجعها ثاني ليوسف الثنيان. كره خطيره جدا، ثاني لسامي الجابر. يراوغ سامي الجابر ويصوب. شوف الكرة دي اللي اتلعبت من ثنيان لسامي وانقذها ابراهيم، تستحق فيها كرت اصفر. سامي الجابر سامي الجابر يلمها سامي الجابر يشتركوا معاه، تنقطع ترجع ثاني لسامي، يصوب سامي.
شوف الكره دي اللي على الطاير لقطها من وسط المدافعين. اي نعم يا طرد القائم. ويوسف الثنيان عرضيه وبالراس وفي المرمى الى يوسف الثنيان. يوسف على الجناح الايمن داخل سامي وداخل سامي ويسدد وتعدي يلعبها لسامي. سامي للغشيان داخل التيماوي وبيسدد ويمر الثنيان لسامي. سامي للثنيان جميله بين المدافع ومعاه بالرخيصه وغشيان يعدي جلبزها تنقل ومحاوله تسديد. كره حلوه حلوه. شوف الله 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 الله. كره يا سلام عليك يا سلام عليك والله لاعب فنان. سريعه الجابر يعدي الجابر هي نفسك وسدد وتم اذا ارتكبوا اخطاء او اخذوا بطاقات. كره اللحم سامي الجابر يعدي سامي الجابر لكن الخطا سريعه لسامي. سامي الجابر يحاول يعدي تغطيه من عليه لعبها باتجاه بندر رجال الله. سامي الجابر يحاول يعدي سامي مع جون زاكي مررها خلاص من الان الدفاع انتهى موضوعه. لا طويله لسامي. سامي الجابر يعدي يلعبها بالراس جول دوليه. هذا التعادل للهلال. قلنا فعلا بعد الهدف بينفتح اللعب. لاعب ذكي الحكيم لعبها بالراس وايضا بدون ثواني زي القهوه دي سجل جول سكر زياده. خلصها الى سامي الجابر يقود هجمه لصالح الهلال. سامي يتركها لاحمد الدوخي او يتركها لاحمد لسامي. جابر ومعاه عبد الله سليمان وسامي وعبد الله يحاول يعدي سامي. يعدي من عبد الله سليمان. سامي الجابر يعدي وتغطيه من عبد الله سليمان. خالد قهوجي دقيقه 35 عادل سامي وهذه واحده لسامي الجابر. خطره على المرمى الاهلي. يعدي سامي ومعاه عبد الهادي حداد. واقع على الارض سامي الجابر وعبد الهادي حداد والسلامات ان شاء الله. شوف اعاده مهاره جيده من سامي طريقه في وقت مهم جدا بعد دقيقتين من هدف الاهلي. سامي الجابر ومهاره جيده ومراوغه جنبه الحكم. يعدي سامي فحص لجميع عضلات الجسم من سامي الجابر لمدافع الاهلي. خميس العويراني اللي ممرر لسامي الجابر اللي يقوم اليوم بدور كبير في الهجوم الهلالي. يلعبها سريع يمين لخالد التيماوي الى التيماوي باتجاه سامي وسامي يتقدم وفرصة هدف هلالي ثاني. تمر رواية رجل الخط رأسه ملعوبة من خلف المدافعين. تقدم سامي الجابر ووجد طبعا في طريق المدافعين وبكل الحقيقة مهارة وسعادة وهدوء حطها على يسار حارس المرمى. شوف في مدافع وفي حكم قريب ايضا وفي رجل خط ما رفع الرايه معناتها الكره سليمه 100%. وعلى اللاعب ان يلعب على صافره الحكم. لعبه الحقيقه ذكيه وحكم المباراه توجه للنقاش مع رجل الخط و2-1 في المباراه الختاميه لكاس دوري خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. وهذه المباراه تقام تحت رعايته الكريمه. حاسمين سامي الجابر يحاول يعدي بالكعب لنواف اللي مسدد لعبد الهادي. سريعه لسامي. سامي وخاطئه من سانتوس. سامي وعلى يمينه جون زاكي. متقدمين بهدفين لهدف وسامي الجابر يقطع الكره ويعدي ايضا بمهاره. سلمان العمران سريعه باتجاه سامي وداخل سامي بيحطها وماشي سامي ومعاه المدافع وبيعدي. اليمين مقطوعه تتمرر ومحاوله من سامي بيحصلها سامي للخلف الى التيماوي على اليمين لبصير وداخل بصير 18 وبيحاول وبيعدي وتتصلح وسامي. شوف من اول لمسه بصير بيعدي ويصلحها لسامي وسامي بيحطها في زاويه 90 من بين المدافعين. وشوف بصير بيحاول يمر وبيهديها بصير وبيصلحها لسامي وسامي بيحطها من لمسه واحده في زاويه 90 وهدف جميل لسامي الجابر. هدف يتقدم الهلال بهدف الى سلمان العمران لسامي وسامي بيمررها للعمران وهجمه لسامي على الجناح الايسر. بيحاول يعدي سامي وبيحاول يمر الى بصير. تتمرر جميله لبصير لسامي
سامي للدوخي داخل، جابر على الجناح الايمن. سامي بيحاول على الجناح الايمن محاوله، والدوخي راجع مع سامي ومحاوله، بيحاول يعدي وبيعدي، ولكن في ومراقب المباراة مراقب الحكام رستم باقر ومراقب المباراة محمد المحشادي. إلى سامي الجابر، يلا يا سامي، يلا يا سامي، نعوض اللي يلغي، جول يلعبها لسامي، يلعبها لسامي، يلا يا سامي، معك واحد، معك الكسندر، عدي منه، صدقني سهل، صدقني سهل يا سامي، صدقني سهل يا سامي، العبها جول يعودية، قلت لك عدي منه، والله سهل، والله سهل، عدى، تسلم يا سامي، وتسلم يا ابو يعقوب، ويسلم الفريق كله، وقبلة حارة بين الاثنين، بين سامي ويوسف، وان شاء الله باقي ربع ساعة نحافظ عليها. المدربين العالميين اخر 5 دقائق اذا تقدم. يلا يا صلاح، عرضية من ليتانا، ملعوبة امام المرمى وبالراس من الهجوم، ونحافظ عليه. اليابانيين خطيرين، الياباني ومقطوعة، جت للهلال، مقطوعة للياباني وخطأ للهلال، خطأ للسامي، يلعبها جنبه في طلب 2 ويقود هجمة هلالية. سامي حلوة لو لعبها جهة اليسار، يوسف سير يحط سريع على أحمد الدوخي، وعرضية جميلة من أحمد الأول. عدت إلى ضربة مرمى، عدت إلى ضربة مرمى. لو حكت الكورة قالت المفروض الهلال يفوز في الشوط الأول الياباني، لكن ما في اليوم. ترجع لسامي، يعدي جهة اليمين، يحاول يعدي يسار ايضا، وسيطرة من سامي الجابر على الكرة، وتغطية كورية، لعبها جميلة، ارضية يا دوخي، ارضية من الدوخي بالراس، تمر داخل المرمى، الماركو فان باستن، لكن نشوف الان من سامي الجابر بالراس، العارة تبعنا، وشلون عيط، خلصها المدافع. حلو والله يا سامي، يا عيني عليه، حلو، هدف يستحق الهلال بالفعل لانه مسيطر على اللعب. ننتبه للكرة، الوقت بعد تسجيل الهدف صعب، حلو، ننتبه ونهدي ونلعب ونجيب الثاني ان شاء الله. شوف ما تقدر تقول عليه شيء، والله من زاوية صعبة، هدف. سامي محاصر ب3 مدافعين، سامي ينطلق من اليمين، ماشي سامي يعود بالكرة وتبقى بحوزته. من اكثر من لاعب يرافقوا ايضا 2 من مدافع الفريق الكوري، هيها جميلة لصالح الهلال، خلص في كرة لصالح يعقوب. سامي تقدم، يا سلام عليك يا سامي، انا ما بعد شفت الجول ولا تهمني الصورة ولا يهمني اشوفه. تسلم يا 9، وتسلم يا ابو يعقوب، تنقطع الصورة، المهم الهلال يفوز. حلو من سامي، والله حلوة ولا يجيب الحلو الا الحلو. هدف هلالي بهدفين هجمة هلالية الان، وصاحب الهدفين في الذهاب والإياب والهداف سامي، يحاول يمرر، يحتفظ بكرة حتى الآن. حلو يا سامي، يحاول يلعبها اليمين، منه ترى ميب صعبة، عدي منه، يلعبها جهة اليمين، شوت لا شوت بس أحلى، شوت بس على أحلى شوية. وإلى سامي، يا عين مندوبي عليك، كرة لصالح سوزا، خلصها سوزا في منطقة الزاوية ضعيفة، كرة تمرر سريعة، مر وتفكير حاد، وكرة اللعب من خارج منطقة الجزاء، جابر يمرر والتمياط ويعدي سامي والهلال واحد. شوف الإعادة، هدف جميل، ضربة تستمر. تمياط اللعب قوية، المباراة كانت فعلا مرشحة لأن تشهد هدف التعادل في أقل من لحظة، يجي في أقل من دقيقة. قلت إن الجول يجي في أقل من دقيقة، وجاء الهدف. والله كرة هذه مرسولة من القلب. ينطلق يمرر، تماوي يتأخر، تماوي يمرر، وتخط تماوي دخل وزات النقل وتتكمل، تتمرر سريعة ناحية اليسار، وكرة دخل وزات النقل ومحاول كمال، وهكذا
أيها الأخوة المشاهدون. ايضا يساعد احمد الدوخي، يمرر كوركس بين مهاجم الهلال، ملعوبه لسامي، سامي يعدي وتغطيه من عبد الله سليمان، يعدي سامي وعرضيه امام المرمى والمتاهي لها ايضا، لكن مرت لي التيسير انتيب. شوف لسامي الجابر، يسيطر سامي عليها، يعدي سامي ويعدي ايضا بمهاره حلوه، يهيئ كره، كان جاهز على يمين الغامدي، تلاعب بالدفاع الاهلاوي بالخيبري بالتحديد، وكان على يمين عمر الغامدي جاهز والمرمى مكشوف، لكن لعبها حلوه بس عاليه شويه على العارضه. شوف عدلها بالبطيء، عدى منها مره ومرتين وسددها. شوف الغامدي على يمينه جاهز ينتظر الكره والمرمى مكشوف قدامه. حلوه من سامي الحقيقه. كم اسبوع هدف الإيبيري اجمل طبعا وقريب من هذه الفكره وليس قريبا من الشكل. الخطا جديد يبتكرها الهلاليون، حلوه جدا بمهاره تيسير انتين. حلوه من سامي، ضربه سامي هلاليه تلعب امام المرمى الاهلاوي، تعود لمحمد الشلوك، لاعب كره سريعه جدا الى سامي ومع ايضا عبد الله سليمان. يا سلام عليك يا عبد الله، بقبضته يحصلها عبد الله، يحصلها سامي ويمررها الهويدي سيبعد عن التعادل مما سيتيح وبلا شك فرصه للشوف. سيطر عليها الخيبري، غيرها بيد الخيبري. المراقب من عبد الله سليمان وصراع بين الاثنين، من يكسبها؟ سامي يمرر للشلهوب، لا لاعبها باتجاه الهويدي، صار يمكن تكون اثرت عليه، لكن طبعا سامي الجابر، فرصه هلاليه لسامي علّه ايضا سامي والخيبري، يقود سامي هجوم للهلال، تنقطع كرته، يحاول يحصلها، يلعبها للجمعان، الجمعان الى سامي مع عبد الله سليمان ويعاقب البطيء وبعدين نحكم للاستوديو لان الحكي من المعلق عندنا خطر. تفضل. والله هذا قانون الهلاليين، وسامي ينطلق الان، سامي راسي، سامي يحط سامي حارس المرمى، لكن كانت عالية. في اهداف الازرق مطمن ابدا. احمد خليل الى سامي داخل في الوسط، ناحية الايسر لسامي، وسامي معاه اثنين وبموع عليه وبيحاول سامي بالمقدم الاول وخطأ يحتسب خطأ، رغم ان محمد لطفي امامية باتجاه سامي وعلى اليمين سامي وداخل 18 وبيسجل وتعتل العارضة. في المقابل ايضا يوردان اسكو قايم على الكرسي وخلف منقولة للامام باتجاه سامي ومحاول على الجناح الايمن وربكة في الدفاع وحسين جبليو. هدف الهلال وسامي على الجناح الايسر بيمر من سوزوكي وبيمر من الثاني وبيمر سامي وتصلح النمو تتمرر لسامي مقطر وعمر بينقلها على الجناح الايسر لسامي وسامي داخل ومحاولة لسامي وبيلعبها سامي وبيلعبها ارضية ومقطر لطف على اليمين ولطف بيمرر لسامي وسامي بيحاول يتجاوز وخطأ. طيب بطاقة لكن ما علينا من الحكم. الازرق قادر يهزم جابيلي الياباني ويهزم الماليزي سيلا رجاء يرجو وسامي وتتسدد وفي حائط الصد. محمد يتحرك محمد الشلوك ويلعبها سامي وسامي داخل ومحاولة ضربة جزاء. والله ممكن ان تكون ضربة جزاء. الحكم المالي يعني سمع عن الهلاليين انهم يضيعوا ضربات الجزاء فلم يحتسب حتى الان ضربة جزاء. تتمرر لسامي ومحاولة وفي المرمى شوف سامي حاول يعدي والله واضحة ضربة جزاء. سامي بيتحرك ويلعبها لسامي وداخل سامي ويلا يا سامي يتحرك بشكل عصبي جدا الى احمد الدوخي لسامي. سامي بيحاول وبيمرر كرة بينية جناح الايسر وسامي من ناحية الايسر هتوري يمر من الاول وبيمر من الثاني
ملعوبة لسامي الجابر، تتمرر من سامي للخلف ثنيان بيذبها لسامي، عارف اتجاه سامي، وسامي على الجناح الايسر ومعاه تناكا، بيمر سامي وبيسدد وفوق العارضة. حلوة واصل من بداية هذه البطولة. شوف سامي مر وسدد كرة قوية وتعتلي العارضة بقليل. هدف الذهبي ان شاء الله. بيرقص اكوبوتشي وسامي وبيعدي سامي الجناح الايسر، بيمر سامي من فوجيتا وبيحاول يمر وبيعدي سامي وبالعرضية العالمية والقارية. الهلال السعودي بطل اسيا، الهلال السعودي بطل اسيا. شوف سامي الجابر والله تستحق الاحتراف يا سامي. تحرك من نص الملعب الشمالة وأدى بمهارة فردية من سوزوكي وحطها الشمالة إلى سيرجيو اللي بيسجل الهدف الذهبي والهدف الثالث لسيرجيو. شوف سامي من منتصف الملعب بيعدي من الأول وبيمر بكل زهاء وذكاء ودهاء من اليسار. وهذه هجمة لمحمد لطف ينقلها لسامي، يحاول يعدي سامي، يسدد إلى أفضل حارس في بطولة النخبة العربية الأولى. بيتحرك معاه داوود وبيضغط عليه، بيحاول يضيق المنطقة علشان ما يتحرك أكثر. هذا سامي ومحاولة ومنطقة ضيقة جدا، وسيرجيو سريعة جيدة في مكان جيد لسامي وحاول يعدي وداخل منطقة يصلحها. هذه الكرة أي واضحة. شوف كرة سامي هنا مع العبيلي. شوف سامي اللي بينسحب الى وسط الملعب وبيتقدم الثنيان مع سيرجيو ومحاولة يحاول يعدي سامي، ينقلها ناحية نواف ولاعبين على الارض. النقل سريعة داخل المنطقة، سامي تنعكس سيرجيو لو سجل سواء للشباب او للهلال في الشوط الاول. هذه اعادة مرة اخرى. شوف الاعادة هنا في ثغرة كانت كسر سامي بلمسة في المرمى ويتقدم الهلال بهدفه الاول حتى الان في الدقيقة 17. وإعادة من زاوية اخرى الى سامي، بيعدي سامي كرة خطرة للهلال، بيعدي سامي هناك نواف بيأشر له وتناقل وكرة عالية. محمد لطف الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، وهذا سامي الجابر بيقود هجمة سريعة. سامي وماشي سامي ومعاه العبيلي بيحاول يموه ويسجل جال المرمى وكرة خطرة وفي العارضة وتحط في المرمى، حطها في المرمى. هذه بداية الكرة. شوف سامي تابعها وسدد وفي العارضة ورجعت، وهنا المتابعة في 4 دقائق وقت بدل ضايع. 4 دقائق وقت بدل ضايع من الشوط الثاني. وسامي الجابر اللي الحقيقة اقدر اقول عليه اليوم واحد عالية. وهذا سامي الجابر الهداف طريق جدا، وخاصة الكرة اللي تحدث عنها زميلي خلف كرة محمد أحمد. لكن الهلال الآن ممكن أفضل من أكثر اللاعبين في الفريق، وبالتالي لقب بالدراويش. نشوف الآن على العموم هجمة على الدراويش سامي الجابر طبعا هي لصالح الفريق الهلالي. شوف عقد سامي الجابر وضربة حرة مباشرة، وأعتقد أن فيها كرت أصفر. هم الشعار اللي نشوفه أمامنا الشعار المنتخب البرازيلي، ولكن المنتخب البرازيلي اللي كان يطلب الكرة وصل اياها الشلهوب، وسامي يسيطر عليه ممكن الى الدوخي، فعلا الى الدوخي يسيطر عليه ممكن سدد الدوخي والكرة ضاعت، وبالتالي وصلت الى فريق الهلال. الان 22 دقيقة الشوط الاول من المباراة، محاولات لكلا الفريقين. محاولة لاعب محمد احمد وكانت اخطر ما في المباراة لصالح النادي. ضاع من امام سامي الجابر، تصل الى سامي مرة ثانية، يحاول يتخلص من لاعب وضعه صعب. سامي يشكل خطورة اكثر، لديه كل الامكانيات لتشكيل خطورة، وسامي ايضا ممكن تخلص من لاعب وتخلص من الثاني ولعبها الى جول لصالح الهلال. شوف وتخلص من المدافع الاول وتخلص ايضا من المدافع الثاني. المرمى فاضي وعبد الله الجمعان يتلقى الهدية بكل شكر وبكل تقدير، وبالتالي عبد الله الجمعان احيانا يتقدم ولا يكون هناك من يغطيه. إذا الآن هجوم لصالح الهلال، سامي الجابر يسيطر على الكرة ويحاول ما بين نادي الإسماعيلي، ولكن خطورة الهلال يعني مؤكد أنها تبقى قائمة في المباراة. هذه كان المفروض أن الحكم يعطي ادفانتج فيها، لأنه يعني بعض الأخبار اليوم تحدثت عن إمكانية تواجه، هنا كرة خطيرة لصالح في الظهير الأيسر.
عبد الله الشريدي اذا في الظهير الايسر، ونشوف محاوله سامي الجابر. سامي ما بين اثنين كالعاده من مدافعي فريق الاسماعيلي، لكن اعتقد الان ممكن تتغير اشياء كثيره حتى على صعيد المدربين واللاعبين. حتى على نعم وهذا صحيح. التفكير كان في النتيجه تعادل بهدف لهدف. الفرصه طبعا قائمه لكلا الفريقين. دوخي ينقلها واحده الى الامام، جاءت الجابر. سامي الجابر يحاول يتخلص من لاعب. تفوق من ناحيه العمود الفقري الذي يتحدث عنه المدير الفني. سامي الجابر ينفذ كرة عرضية وتمر بجوار القائم إلى ركلة الاتحادي. الطول 178 وعالية على يمين لسامي الجابر، وتقدم مع الآن نواف الدمياط وادميلسون، وكرة عرضية وإلى خارج الملعب. كرة لتوليو على يمينه إلى سامي الجابر. انطلاقة هلالية. سامي وباسم يحاول يعدي من باسم، وهنا إزعاج كما شكل هناك الحسن اليامي وبطاقة لباسم اليامي. إذا أخذ اللاعب بطاقة كما حصل مع التوليو هنا 7 دقائق الماضية لبسط سيطرته أكثر على أداء الشوط الأول. سامي الجابر، وهنا صالح الصقري 73 مباراة دولية إلى الحصول على بطاقة. كرة أحمد الدوخي، أدميلسون وحيدا. توليو هي كرة لسامي. سامي إلى أدميلسون، تمريرة فرصة ذهبية للهلال، ولكن عمر مع سامي يحاول يمرر لسامي، يلعبها بالفعل إلى سامي الجابر. انطلاقة من سامي يحاول يعدي، ينتظر زملاء سامي. تراجع الاتحاد تغطية مرواهم. سامي يحاول يعدي من أكثر من لاعب من الاتحاد، من أقل حتى يصبح وصول الكرة إلى مرمى الفريق الهلالي أكثر صعوبة. سامي الجابر. سامي يحاول يعدي. باسم اليامي يعدي من اثنين. سامي بشكل جيد، والكرة عرضية. يا سلام الهجمة الهلالية. حتى الآن لا شك أن سامي الجابر هو أفضل لاعب بالنسبة للهلال. جهة اليسار هناك عبد الله الجمعان، وسامي الجابر سريع للهلال. أخرى تجاه المرمى الاتحادي إلى سامي الجابر. سامي يحاول وسط تغطية من دفاع الاتحاد، يمرر هجمة جدا للنزهان، وعرضية من نزهان تتهيأ على الجهة اليسرى أو القدم اليسرى، ولا يتوفر لديه يعني المستوى العالي في تهيئة الكرة لنفسه بشكل أفضل. سامي الجابر، انطلاقة هلالية مع سامي لمن من زملائه. مراقبة من طارق المولد لسامي الجابر، يسيطر عليها سامي، يحاول يلعبها لمن؟ إلى الدوخي، جميلة جدا، ويتقدم الجمعان والدمياط استفادة من كرة الدوخي، عرضية. وهنا دور اللاعب في المهارة الفردية. سامي يمرر إلى نواف الدمياط، نواف على يمينه يلعبها إلى الجمعان، والجمعان يسجل. والثقل أو الحمل أصبح كبيرا على لاعبي الاتحاد. عبد الله الكرة الشاملة والتسديدات القوية من خارج المنطقة على وقت جوني ريب وأريهان ونسكنز وكروي أو كرويف. إلى سامي الجابر. سامي يقود هجوم هلالي لسامي الجابر. سامي يعدي مع ابراهيم السويد، خطأ لصالح التنفيذ. أندري يهيئ إلى بدرة. بدرة عرضية أمام مرمى الأهلي، ومن سامي يعني سامي من اللاعبين اللي لو غفلت عنه دقيقة واحدة ممكن أن يصل هدف أو يسجل. وفعلا لمحة حلوة، وهذه يمكن إلا عبد العزيز يمرر لسامي الجابر، يعد 4 دقائق وقت بدل ضايع من شوط المباراة الثاني. كرة لصالح الهلال. سامي يحاول، وجنونه بالمصطلح الكروي بتعبير. سامي الجابر. سامي يتقدم في محاولة يعدي من لاعب القادسية. سامي الجابر يعدي بشكل حلو، وهي كرة قوية. إعادة لكرة سامي الجابر، حلوة جدا جدا. طبعا الكرة بالشمال يعني وهي يعني سامي الجابر احنا نعرف لاعب ايمن، ولكن انا اعتقد الحركة تلعب كرة الى سامي. سامي هياها لمحمد الشلهوب. الشلهوب يعدي بشكل حلو، محمد يعدي بشكل جميل، وهدف جول بمهارة. عدى بمهارة بالفعل، يعدى من 2 ومرة أخرى أخذ الثالث معه وتهيأ. يا ولد يا لعيب لسامي الجابر. سامي يحاول يعدي، انطلاقة لسامي، يعدي من جابر حقوي مرة أخرى مع عبد المطلب الطريدي، يعدي سامي وتغطية عليه، يحاول يلعب كرة هجمة هلالية يهيئها لسامي الجابر. سامي يحاول، والكرة خطأ مع حسن العتيبي، تفاريس، فهد المفرج، عبد العزيز القزران، أحمد الدوخي. انطلاقة هلالية يقودها سامي الجابر مع القادسية. هنا خطأ من الدفاع تكون خطرة بلا شك. سامي الجابر
يهيئ كرة إلى الشلهوب. والأهلي في مناسبتين، بينما انطلاقة سريعة خطيرة هذه بالراس وحذير. تقدم الخبرة الدولية عبد العزيز الخطران الجابر يمر فقط بل بالفوز أيضا. تركي الثقفي يتقدم، تغطية من سامي الجابر. يحتاج الفريق إلى خدمات البدلاء بشكل أكبر. سامي الجابر يسار، سامي الجابر يمرر لسامي. أعود وأقول بأن المهارة الفردية مطلوبة من أي مهاجم ينفرد بمدافع. كرة الكاماتشو، كاماتشو يسدد وثلاثة من الهلال. كاماتشو يمرر لسامي الجابر، سامي يعدي سامي والتغطية لاعب هايلة ياسر